يابا كل الإعلام دا يروج على إنه فلوس ماكو والدولة ميزانيتها تخلص بشهر الخامس وبشهر السادس ما عندنا رواتب نطي. زين، صدق هذا الحكي؟ يعني معقولة دولة مثل العراق بين ليلة وضحاها تقعد الصبح وتقول للموظف وياها والله يابا اعذرونا ما عندنا فلوس نطيكم؟ لا طبعا، السالفة مو هيك. أي دولة بالعالم عندها شيء اسمه احتياطي نقدي للطوارئ، واحنا بالعراق والحمد لله في مطلع عام 2026 احتياطينا من العملة الصعبة والذهب وصل لل 112 مليار دولار. تعرفون شنو يعني؟ يعني العراق بالمرتبة 30 عالميا من حيث الاحتياطي. ففكرة ماكو رواتب من الناحية الحسابية هي صفر، يعني ما لها أي وجود. عندنا فلوس تكفي رواتب تقريبا 3 سنوات لقدام. زين، إذا صارت أزمة مثل اللي إحنا بيها، شنو الخيارات اللي عندنا؟ يعني شنو الخيارات اللي تملكها الدولة؟ الدولة قدامها خيارين، ما بينهم أي خيار ثالث حتى تمشي الرواتب وبقية الالتزامات. الخيار الأول تروح تسحب من هذا الاحتياط النقدي اللي هو 112 مليار دولار، يا أما تروح تطلب قرض، يعني تداين من البنوك أو الجهات الدولية. هنا يجي السؤال المهم، ليش الدولة ما تروح هسه تسحب من الاحتياطي وتخلصنا من هاي السالفة والأزمة اللي احنا بيها؟ ليش اكو هذا التردد؟ الجواب الملاءة المالية. خليني أشبه لك إياها ببساطة. أنت إذا ردت تروح للمصرف تاخذ قرض، المصرف راح يسألك يابا عندك رصيد، عندك أملاك، شنو الأشياء اللي تثبت إنه أنت عندك فلوس هواي. إذا شاف مدخراتك قوية مثل الاحتياط اللي نملكه احنا، راح ينطيك القرض بفائدة قليلة لأن يثق بقدرتك على السداد. بس إذا سحبت من احتياطيك ونزل هذا الرقم بشكل كبير، البنك راح يشوف اكو مخاطرة عالية هنا، لو أصلا ما يداينك، لو ينطيك القرض بفائدة كلش عالية، وهذا معناه ديون ثقيلة تنهك ميزانية البلد وتأثر على الأجيال القادمة. إذن السالفة مو ماكو فلوس، السالفة هي شلون ندير الأزمة. هل نسحب من هذا الاحتياطي ونضعف مركزنا المالي عالميا، لو نتداين ونتحمل هاي الفوائد العالية؟ هاي بعد ما أعرف، هذا قرار يعني أكو المعنيين يعرفون شلون يفكرون به. المهم رواتبكم مؤمنة بوجود هذا الاحتياط الضخم، والحديث عن إفلاس بشهر السادس هو كلام مو دقيق وما له أي شيء له علاقة بالواقع. الفلوس موجودة والخيارات موجودة، بس القصة هي شلون نطلع من هذه الأزمة بأقل الخسائر المالية اللي ما تأثر علينا بالمستقبل. لذلك اطمئنوا وتحياتي.